نتنياهو وكاتبين له كده ارحل بالعربي. كلموه عربي يمكن ما يفهمش عبري. نفس احنا بنقول ثوره ملهمه. ثوره المصريين ثوره ملهمه للبشريه، حتى الصهاينه خدوها. الصهاينه خدوها. كلموه عربي يمكن ما يفهمش عبري، زي ما احنا كنا بنقول ايه، كلموه عبري يمكن ما يفهمش عربي. وشفت يافطه مكتوب عليها كده ولا اتلم يا نتنياهو احسن نخليك زي مبارك وبشار الاسد. ولا يعني ثوره ملهمه. اوباما يقول ايه؟ ادعو الشباب الامريكي لان يحتذي بالشباب المصري وياخذه قدوه. توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق يقول ايه؟ هكذا المصريون دائما يصنعون التاريخ. الظلم والاستبداد والقهر والخوف خلانا فقدنا حتى كرامتنا، فقدنا احنا مين، حسسونا ان احنا مش حاجه. استهتروا بينا وعلمونا من خلال الاعلام والسجون والتثقيف بتاعهم والامن والشرطه، حسسونا ان احنا ليس لنا قيمه. لا، احنا المصريين نحن امه تصنع التاريخ. الشعب المصري الوحيد يا اخواننا له مكانه عند ربنا. البلد الوحيدة التي تجلى الله عليها هي مصر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اين كان الجبل؟ طور سيناء. البلد الوحيدة اللي ربنا تجلى عليها مصر. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. ما كانش ادخلوا السعودية ولا مكة ولا المدينة ولا العراق ولا ايران، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. لكن كان هناك هذا الظالم المستبد ومن سبقوه كان مخطط افقار مصر، تجويع مصر، تجهيل مصر، امراض مصر. ليه؟ لان اي قوة لمصر ضعف لاسرائيل، اي تعليم لمصر ضعف لاسرائيل. كل مشاريعنا كل ممتلكاتنا كان لابد ان تدمر. وهذا الرجل لسه من كام يوم رئيس المخابرات الاسرائيلي بعد ما طلع على المعاش بيقولوا له، واحد بيسأله سؤال صاحبي طبعا على المعاش مش مسؤول، بيقول له حسني مبارك كان عميل؟ قال له ايوه كان عميل لاسرائيل. وليبرمان لما يقول ده كان، او نتنياهو يقول ده كنز لاسرائيل. فما قام به الشعب المصري لم يقم على حسني مبارك اللص او الظالم او المستبد، لا، انت قمت بثورة قطعت يد الصهاينة في مصر. الموضوع مش سهل. انت جعلت مصر تتنفس حرية، جعلت مصر تعود لوضعها الطبيعي للحاجين. هذه المستهدفات، هذه مواضيع عن الثورة العظيمة التي صنعها شباب مصر وانضم اليها شعب مصر وحملها الجيش المصري ورعاها الله قبل ذلك سبحانه وتعالى. ننظر الى الاحداث بشرع على بعض مبادئ واهدافنا. ايه اهدافنا؟ احنا عندنا مجموعه يعني ربنا يبارك فيكم. هكذا اهل الكرم والشهامه والرجوله اهل المنيه. هنعمل ايه؟ بعض الاهداف ربما نتميز عن بعض الاحزاب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اول هدف من اهدافنا هو مجموعه يعني ملفات. في ملف اقتصادي، ملف سياسي، ملف امني. الملف السياسي نحن نستهدف تحقيق الاصلاح السياسي والدستوري واطلاق الحريات العامه، حريه تكوين الاحزاب، حريه تكوين منظمات المجتمع المدني، وتداول السلطه. لابد اصلاح سياسي يتم في مصر. مصر مش هي العصابه اللي كانت بتقاد بيد رجل. كل البلد ومؤسسات البلد تقوم وتقعد بامر شخص. احنا كنا عايزين بلد، عايزين دولة مؤسسات، مجلس شعب، مجلس شورى، نقابات، احزاب، محليات. يموت الرئيس ده، يعيش الرئيس ده، ما يمكنش. ده خد 4 سنين ومشى بالسلامة، نجح وكتبنا له بلد بالسلامة. ليس المشكلة عندنا شخص رئيس، نحن نريد وطن مؤسسات لا تتعرض للهلاك ولا للخوف عشان الباشا بتاعنا تروح البيت، ولا الباشا بتاعنا خارجين يبقى بحال البلد، ولا شوية الدقيق دول الميزانية دي عايزين نصرفها، بس لما يجي الباشا من بره ما ينفعش. نريد بناء وطن، عايزين مؤسسات سياسية تقوم على العدل. وحدثوكم زملائي واخواني عن العدل، والعدل اساس الملك، والعدل بين عباد الله لا ينظر الى دين ولا لون ولا جنس ولا لغة
حكومة على السلطة القضائية قضاء ولا على السلطة التشريعية مجلس الشعب والشورى. ما ينفعش في سلطات على اساس اللي بيقولوا كده دايما يا اخوانا اي وظيفة بدون محاسبة هلاك. ان شاء الله كل رئيس الجمهورية ما تحاسبوش وده اللي كان بيحصل. ايه اللي بيخليهم مستمرين في حكم 10 سنين و20 و30 لان ما فيش حد قادر يحاسبه فاستحلى الموضوع. في اليابان اي مسؤول يعني يفشل يطلع على طول على الجبل على ان ينتحر. احنا ما بنقولش انتحروا بس بنقول المسؤول الفاشل الله يرضى عليك قدم استقالتك خلي غيرك ومصر هي ولادك. مش زي ما كانوا بيسالوه يقولوا له 30 سنه يا راجل ما عملتش نائب رئيس. هو طبعا عمل ايام الثوره 30 سنه ما عملتش ايام نائب رئيس. يقول لك لما لقيت الشخص المناسب بعمل. يا راجل 80 مليون مصري ما فيش ام ولدت واحد ينفع نائب رئيس. ظلم قهر استعباد استخفاف بشعب. انت كنت ايه اصلا؟ ده كان كل اللي بيطمح فيه ان يطلع المعاش يعمل سوبر ماركت او يعمل يعني يرأس شركه زي شركه مصر للطيران. هو ده الكلام اللي كان بيقوله. لكن استحلى الموضوع وللاسف هذه الشله الفاسده من حوله تصنع من الفقر زعيما وتصنع من الضعيف يعني اخطبوطا. هذا الحمد لله ربنا كرمنا. فاول شيء الاصلاح السياسي والدستوري مؤسسات قويه دوله القانون. نريد دوله القانون مش دوله المزاجات ولا المزاج العام ايه ولا نمشي مع المشي. لا دولة قانون على الرئيس ولا الرؤوس والوزير والخفير الكل تحت سيادة القانون سواء. ولما نوصل لما هذه المرحلة يا اخوانا ان احنا دولة قانون مفيش اي حد مش تحت سيادة القانون. ساعتها هو دولة فعلا مدنية وهي الدولة التي يريدها الاسلام. عشان ما بيقول لك انتوا عايزين تعملوا دولة دينية. اولا مفيش حاجة في الاسلام اسمها دولة دينية. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم دولة دينية ولا حد من الصحابة ولا حد من الخلفاء. دولة مدنية مرجعيتها الإسلامية. نحن لنا خصوصية عن سائر الدول المدنية أن مرجعيتنا تستمد من السماء والله عز وجل لا يجامل أحدا. فساعتها بيكون في تحرر وما فيش انحياز. قانون سماوي للكل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمقصود بالدولة الدينية ولا الدولة العسكرية اللي احنا مش عايزين. احنا عايزين دولة مدنية. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والخلفاء دولة مدنية يعني انت بتعين اهل الخبرة والكفاءة. احنا مش عايزين دولة مشايخ. لا الرجل المناسب في المكان المناسب. النبي صلى الله عليه وسلم يستأجر عبد الله بن أريقط وهو المشرك في الهجرة ولم يكن حتى مسلم ولا يهودي ولا نصراني. استخدمه في الهجرة لخبرته وكفاءته وعلمه بجغرافيا الطرق. ففي الاسلام عندنا نستخدم اهل الكفاءة واهل الخبرة. احنا غير ايران. ايران ممكن دولة الملالي او احنا ما عندناش دولة مشايخ. عندنا دولة وزراء. طبعا على عينه وعلى راسه اذا كان الشيخ يصلح لهذا المنصب. يعني فنحن نعين اهل الخبرة والكفاءة بعيدا عن الدين والجنس واللون والعصبيات لاننا دولة مواطنة. هو ده المقصود ان يتقدم للمنصب من هم اهل الخبرة والكفاءة. الامر الثاني من اهداف الحزب هو الاصلاح الاقتصادي. والملف الاقتصادي يا اخوانا حساس جدا وفي ناس شغاله تبع الفلول على الملف الاقتصادي بتحاول تفتعل ازمات واحنا ما فيش. بالعكس ده بعد الثوره يا اخوانا نزلت بركات الله على اهل مصر. القمح السنه دي يا اخوانا نفع ولا ما نفعش؟ القمح زاد دي بركات ده بشاير يا اخوانا. لسه في بئر بترول في الدلتا 70 مليار متر مكعب من البترول. ده من بركات الثوره. احد الاساتذه قال ان انا من خلف السد العالي استطيع ان اولد ماده البلوتونيوم من الطفله اللي هي خلف السد اسود انواع البلوتونيوم واليورانيوم. ولو ان اهل القرى وامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. كفايه بس اردوغان في تركيا رئيس وزراء تركيا بيقولوا له معقوله ده في 4 سنين اللي مسكهم حزب العداله والثاني ما يدل المرجعيه الاسلاميه او خلفيه اسلاميه في 4 سنين ينتقل معدل دخل الفرد من 2500 دولار في الشهر في السنة ل 11,000. قال نعم. قال له انت كنت عملت ايه؟ قال احنا ما عملناش معجزات ولا حاجة. اول حاجة قفلنا محابس الفساد. خلاص الحنفية اللي بتخرها لبره قفلنا حطينا الجلدة بتاعتها واصبح الخير داخل البلد. فمن بعد الثورة خير مصر هيبقى لمصر. داخل قناة السويس مش حد يعرف حاجة عنه ويروح لمؤسسة الرئاسة. والله يا اخوان احنا كنا اعضاء مجلس الشعب
ما كنا نعرف دخل قناة السويس، ولا كنا نعرف ميزانية الرئاسة. يا راجل في أمريكا في الرئاسة شوف الشفافية، لو قلم بس كده يسجل لميزانية الرئاسة. حاولنا نعرف 5 سنين ميزانية الرئاسة ما عرفناش. حتى ميزانية القوات المسلحة كان نفسنا نعرفها احنا كنواب. يقول لك ما تنزعش. طيب يا عم خليها جلسة مغلقة بدون صحفيين. يقول لك ما ينفعش على نواب الشعب. يا راجل هي اسرائيل وامريكا مش عارفه ميزانية دفاع القوات المسلحة؟ هو بس على الشعب المصري ما بيعرفش؟ يا عم ده احنا قلنا لهم اذا كانت الميزانية ضعيفة نحن نجوع وندعم قواتنا المسلحة، انما تخافوا على نواب الشعب حقيقة ما يجري في البلد. النهارده اصبح خير مصر لمصر، واستبشروا خيرا. واحد رجال الاقتصاد الدكتور حسين شحاته قال ان بحول الله سبحانه وتعالى ربما في سنه يزداد دخل الفرد المصري 3 مرات، لان باذن الله بالتقوى والعمل الجاد نريد ان نبني وطنا. خلاص اخواننا الثوره ثورتان، ثوره هدم ازلنا النظام وبنحاول حاليا نزيل نموذج النظام، لكن الاهم ثوره البناء التي تبني بها وطنا. لابد ودي هدف من اهداف الحزب ان تعود لمصر مكانتها السياسيه في العالم، مكانتها الاقتصاديه في العالم. ده سيدنا يوسف ربنا يقول ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، وحينما جاءت البشريه جاءت تاكل من ايه؟ تاكل من مصر. غذاء سلة غذاء العالم مصر. توصلون المرحله ان نكون اكبر مستورد للقمح في العالم. تزرعون كنتالوب وفراوله وطبعا اكيد بانجو وافيون والكلام الفاضي ده كله، بس بفضل الله بالقضاء على الفساد والمفسدين سوف يكون الدور برضه على تجار المخدرات وعلى المفسدين والمخربين. عايزين سياسه اقتصاديه. احنا بالاول نشبع في الاول من القمح وبعدين بطلوا لنا فاقوس وكنتالوب وفراوله. يعني في خطط. احنا عايزين عنده خطه، عنده وعي. وزير الزراعه يبقى عارف ان مساحه مصر كذا، يبقى دي تزرع قمح وهذه تزرع برسيم وهذه تنميه زراعيه. مش الراجل الوزير اللي كان معقول اللي كان معانا نائب الوزير احمد القيسي مسك وزاره الزراعه بس مجرد كان عنده طموح وعمل مشروع للاكتفاء الذاتي من القمح. كل اللي خدهم في الوزاره 2.5 سنين، كل اللي خدهم في الوزاره بالسلامه، لان هذا النظام الفاسد المخلوق كان لا يقبل اي انسان ناجح ولو كان من حزب الوطني. وانت عارفين قصه الجنزوري اتشل، عبد الحليم ابو غزاله اللي حد يبني الجيش المصري اتشل، حتى عمرو موسى لما حد يرد على وزير الخارجيه الاسرائيلي خدت العزه المصريه اطلع بالسلامه بره. مره كمان الجنزوري واخد تشكيل وزاري ودخل بيه الرئيس، فراح حاطط له خط على احد المرشحين للوزاره استاذ دكتور في جامعه القاهره، فبيقول له يا جنزوري جابوا لي ايه؟ قال له ليس استاذ دكتور راجل وطني ومخلص وبيحب بلده وعايز يشتغل. قال بس بيقولوا لي الولد ده يا جنزوري ما عرفش يكذب. الولد ده ما عرفش يكذب. هو ده النظام اللي كان بيحكم. الحمد لله انتصرنا وخلعنا. يبقى علينا الدور بناء مصر. من اهداف الحزب ايضا توفير الحياه الكريمه للمواطن، حق المواطن في المسكن والملبس والصحه والتعليم ووسيله مواصلات. ده ابسط حقوق الانسان. انت النهارده عامل لي مدن حي الوزراء ومدينه كذا والله يا اخوانا في مدن احنا كان صعب حتى ندخلها. مدن مغلق على اصحاب فيلات معينه واصحاب رجال اعمال معينين ووزراء معينين عشان تدخلوا. ده حراسه امنيه مشدده تدخل بكارنيه. يعني في احياء كده ما تقدرش تخش. هتخش بصفتك ايه؟ في بلدك نفسها. لا، العداله كما ذكر اخي الاستاذ محمد. هل يجوز ان يكون في مستشارين بعد ما طلعوا معاش للوزير ايه مصلحتهم ايه ولا حاجه؟ تروح وزاره الماليه كنت تلاقي لك مثلا 600 مستشار بيعملوا ايه دول؟ ولا حاجه. النهار كله يحلوا كلمات متقاطعه. لان اصلا العمل في وكلاء وزاره وفي مديرين عموم. يعني الموضوع مش محتاج مستشار، ده هي مجاملات. وهذا من افساد الحاكم للبيئه التي حوله عشان يستمر. والعجيب ان ربنا سبحانه وتعالى ربط بين الاستبداد والفساد في سوره الفجر. وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. يمكن ما بناخدش بالنا جوه احنا بنقرا الايات.